السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا النهاردة عايزة أقول لكم على ذكر حلو أوي هينفعك في كتير أوي في المهام الصعبة بتاعتك. لو حاسة إن شغل البيت تقيل عليكي، حاسة رايحة مشوار وتقيل عليكي، حاسة وراكي حاجات كتيرة أوي تقيلة عليكي، قولي الذكر ده. والله بجد هتحسي كل حاجة اتعملت وأكنك معملتيش حاجة، ولا تعب ووقت بُصّي تنجزي فيه كل حاجة. أنا يعني كنت في حاجات كتير كده بتبقى عليَّ ومشغولة ورايا كذا حاجة وكده، بس والله من ساعة ما باقوله وأول ما باصحى من النوم باقوله، لو ورايا بقى كذا حاجة وكده باقوله بالاقي كل حاجة اتيسّرت بأمر الله. الذكر يا ستي بقى: اللهم إني أبرأ من حولي وقوتي إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. هاقوله تاني: اللهم إني أبرأ من حولي وقوتي إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. باقوله 3 مرات بس بيقين إن ربنا هيقويني والحاجة هتبقى سهلة معايا وخفيفة. والله كل حاجة بتبقى خفيفة فعلًا، بس يبقى عندك يقين إن ربنا فعلًا هيعينك ويقويكِ. مع الأدعية والأذكار، أهم حاجة طول ما انتي بتشتغلي تقولي الأذكار، تقولي لا إله إلا الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. تفضلي تستغفري طول ما انتي شغالة في المطبخ. تخلي يعني مثلا كل عمل وليه ذكر. بغسل المواعين هقول سبحان الله، بغسل البوتاجاز هقول ذكر معين. هتلاقي كل حاجة بقت خفيفة عليكي، وجربيها وادعيلي بدعوة حلوة بالله عليكي لو جربتي الذكر ده وأنجز معاكي كتير بأمر الله. وتعرفي كمان لو شغلتي بقى الراديو جنبك في المطبخ وانتي بتعملي أكلك هتستفادي كتير أوي والله من إذاعة القرآن الكريم. بجد بتجيب حاجات جميلة وبرامج حلوة أوي وأذكار جميلة. ومش شرط إذاعة القرآن الكريم، ممكن تشغلي سورة انتي بتحبيها من القرآن على فلاشة وتحطيها في الراديو بتاعك أو اللي انتي بتشغلي فيه. حتى لو ما عندكيش راديو ممكن الموبايل، عارفة طول ما انتي شغالة هتفضلي تقولي في الأذكار تقولي في الأذكار، مش هتحسي نفسك كسلانة خالص. عندك همة ونشاط. كل حاجة تتغير والله. إن شاء الله تجربي كل ده، ويا رب تكون إن شاء الله تجربة هتفيدك كتير.